فيلم المرأة المجهولة لما قرر حسن رمزي إنتاج الفيلم رشح لإخراجه حسن الإمام، واللي رشح هند رستم لدور فاطمة زوجة الدكتور أحمد الزوجة المفتري عليها. تجهيز الشخصية وعمل الديكور وعمل المكياج اللازم للبطلة اختلف حسن الإمام مع حسن رمزي المنتج، وانسحب من إخراج الفيلم وانسحبت معاه هند رستم. رشح بعدها المنتج محمود ذو الفقار لإخراج الفيلم، ولكن من تكونها البطلة كانت شادية. في نفس الوقت بتقوم بتصوير فيلم الهاربة مع شكري سرحان وزكي رستم وكريمان من إنتاج نفس المنتج. وقتها رشح محمود ذو الفقار شادية، شاركوا الترشيح كمال الشناوي، ولكن المنتج لم يكن يشعر إن الدور يناسب شادية، لأن الدور صعب وبعيد عن أدوارها اللي اتعود عليها الجمهور، وهي الفتاة الدلوعة الشقية. ولكن اقتنع في النهاية، وافقت شادية على أداء الدور، وتقمصت وأبدعت شادية في دور فاطمة لدرجة إنها أذهلت العاملين بالفيلم. وتم عرض الفيلم سنة 1959 وحقق نجاح كبير، والكل أشاد بدور شادية رغم إن عمرها كان 25 سنة، وكانت أم شكري سرحان وفرق